عميل بعت لي صورة السفرة دي وقال لي انه اشتراها من محافظة مشهورة جدا بصناعة الاساس. قال لي انه اشترى السفرة دي سفرة كاملة، اشتراها ب 68 الف جنيه، وبيقول لي ايه رأيك؟ السعر معقول ولا مش معقول؟ طبعا انت بما انك مش متابع فنون الاساس فانت فايتك كتير جدا، لان احنا الهدف من فيديوهاتنا زي ما قلنا اكتر من مرة انك تبقى عارف الاسعار المعقولة للمنتجات دي، الشغل اللي متنفذ على اعلى مستوى في مصر سعرها الحقيقي كام، علشان حتى لو نزلت اشتريت من اي مكان في مصر تبقى عارف الاسعار المعقوله للمنتجات دي كام. السفره دي كامله، السفره كامله سعرها 44,000 جنيه، متنفذه على اتقل نجاره وعلى اعلى مستوى للتشطيب وضمانها 10 سنين. طيب شكل الكرسي، احنا ممكن ناخد اكتر من شكل للكرسي، احنا ممكن ناخد نفس السفره دي، معلومه كده على جنب، ممكن ناخد شكل الكرسي ده مع الموديل ده، ممكن ناخد شكل الكرسي ده مع الموديل ده، وممكن ناخد شكل الكرسي ده مع الموديل ده، وممكن ننقي كمان ما بين اكتر من 50 شكل الكرسي السفره مع نفس الترابيزه دي. فالعميل ده بيقول لي طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ السعر بتاعها كده، لما قلت له سعرها اتصدم، قال لي طب انا اعمل ايه؟ هرجعه ولا اعمل ايه؟ مستحيل صاحب المعرض او اللي شغال في المعرض هيرضى يرجعها لك، لانه واخد منك اكتر من 20,000 جنيه فوق مكسبه الاساسي، فطبيعي جدا مش هيرضى يرجعها لك. متابعتك لفنون الاساس صدقني مكسب ليك. تابعوا الصفحه دي، سلام.